السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويوصلكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم هو ان شاء الله كتف د الحولي مبخر في البرمه والكسكاس وما مدخلاش الفران مع خضره مصوطيه. كيجي التقديم ديالو راقي وكيجي بنين بزاف. انا عارفه ان هاد الوصفه بزاف الناس يقيوها. انا بغيت غير نشارك معكم الطريقه ديالي، نمشيو ان شاء الله للطريقه. هنا المقادير عندي كتف ديال الخروف يكون بحال هكا صاين، ما يكونش مقطع. كيف ما تشوفوا من الاحسن يكون هكا اللحم باقي طري، وتكون يعني هذا الجزر اللي تاخذوا من عنده اللحم يكون ثقه ويعطيكم الكتف اللي يكون ديال الخروف اللي يكون باقي صغير، باش تجي اللحم ديالو طيب دغيا في البرمه وتجي فتيه بحال هذا الشكل. عندي هنا بصله كبيره، عندي هنا تقريبا فص ديال الثوم، راس ديال الثوم كامل، وعندي معلقه صغيره عمر مزيان ملحه، ومعلقه سكينجبير، قزبر، حبوب مطحون، وكمون والابزار. وهنا عندي دويمه د الزعفران الحر. هنا عندي 4 كاس د الزيت. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو لهاد الكتف. في الاول كنحاولوا اننا نفلحوه بالموس باش تدخل فيه الملحه وتدخل فيه العطريه، وباش ان شاء الله نعمروه هادوك الفصوص ديال الثومه. نخشوهم في هذوك الثقوب اللي انقيو بالموس بحال هكا كما تشوفوا. نشوفوا ما شاء الله اللون د اللحم شحال غزال. صافي بحال هاد الشكل. من بعد غنكبوه في شي زلافه ولا اناء اللي بغيتو ولا بانيو صغيور. غنكبوه في هذيك العطريه باش تخلط لنا مزيان. غنزيدو الزيت وغنزيدو هنايا معاهم حتى الماء. بالنسبه للماء فانا باش نقي فيه هاد الضويمه د الزعفران باش تذوب مزيان. من بعد ان شاء الله باش نكبها على العطريه اللي عندي في داك البانيو الصغير بحال هكا. من بعد نخلط مزيان. ضروري هنا تخلطوا بيدكم، حيت اصلا يعني تستعملوا يدكم باش تدخلوا العطريه في الكتف بحال هكا. من بعد ان شاء الله غنبداو ندخلوا هذيك العطريه كامله، ندهنوا اللحيمه ديالنا كامله باش تجي ملحه وتجي معطره كامله بحال هذا الشكل كما تشوفوا معاي. ضروري ما تعمروها بالملحه وتحاولوا هذوك الحفيرات اللي لقيناتهم نعمرهم بالعطريه مزيان باش يجيو معطرين وما تجيش اللحم باسله. لما فلحتوهاش ممكن تجيكم الكتف ديالكم يجيكم من الداخل مسوس بحال هكا. انا حاولت ما نمسحش حتى لقطه من الفيديو باش تشوفوا معايا المراحل كاملين ان شاء الله يا ربي. بحال هكا كما تشوفوا. صافي من بعد ان شاء الله باش نعمرها ان شاء الله بالثوم. هذيك الثومه نخشيها في كاع هذوك الحفيرات اللي عندنا هنا. ديك البصله اللي عندي كما تشوفوا لقيت واحد الحفيره وسط هذاك الكتف وعمرتها بالبصله. فهاد البصله كتعطي واحد النكهه مزيونه، وكنزيد معاها هكا الفصوص د الثومه حتى هما. وصافي من بعد ان شاء الله نكمل ندهن الكتف ديالي كامل كما تشوفوا بحال هكا. من بعد عاوتاني نجيب موس نحاول نشكل يعني ثقوب تكون شويه غريقه، وهذيك الثقوب هي اللي باش نعمرها بالثومه. فهنا الثومه يعني ممكن انكم تستعملوا الا كان عندكم الكتف كبير تستعملوا حتى 2 سنان الروز ديال الثومه عفوا، وتعمروا هاد اللحم بالثومه فهي تعطي واحد المذاق ثقوا بيا غزال. كاين اللي كذلك يدهن هاد اللحم بالزبده، ولكن انا صراحه ما كتعجبنيش بالزبده. نفضلها غير هكا يعني غير بالزيت مع العطريه وهاد الثومه والبصله صافي تجيني احسن من الزبده. صافي بحال هاد الشكل. من بعد عندنا واحد الكسكاس، من الاحسن الكسكاس يكون كبير شويه، وعندي الماء فوق البوطه. الماء غليان كيغلي تقريبا هكا واحد 5 لتر د الماء. من بعد جبنا داك الكسكاس تفت فيه كما تشوفوا معايا هنا دوائر البصله باش هذيك الشحمه منين تذوب ما تغلقش ليا العوينه د الكسكاس. وفي نفس الوقت هاد الربيع والبصله يعطيو واحد النكهه، البخار ديالهم كيطلع في اللحم. صافي بحال هكا. وبحال هكا من بعد باش نحطوا الكتف ديالنا في الكسكاس ضروري الكسكاس يكون متسع كما قلت باش يهز لكم الكتف. كيكون ما شاء الله كبير. صافي بحال هكا.
من بعد كما قلت لكم انا قلبته، ضروري تقلبوه. انا في الاول كنت حطاه الجهه الغالطه، ولكن خصو يكون هكا باش ما يتفرعش. حطوا الحسيلات ديال الكتف هما الفوقانيين، والايد ديال الكتف هو التحتاني، باش ما تفرعش لكم. منين تحط فوق النار ما تفرعش. هذاك الكتف الا حطيته فوق النار كما تشوفوا معايا هو الفوقاني غيتحل ويتفسخ لكم على الحساير، ولكن الا لقيتوه بحال هاد الطريقه مقلوب فهو ما غيتفسخش بحال هكا. صافي كما تشوفوا النار مشعله، بوطه مهيله، حطينا فوق الماء يكون غليان مزيان يغلي، حطينا فوق منه الكسكاس، من بعد غطيته بلاستيك غذائي، بقيت عليه واحد المنديل، ومن بعد حطيت عليه واحد بلاطو هكايا ديال وخليته تقريبا شي ساعه ونص يطيب على بوطه مهيله. هنا عندي الخضره كلها مسلوقه ومسوطيه، عندي لوبيا مسلوقه ومسوطيه، عفوا ماشي مسلوقين مفورين، وعندي بطاطا وخيزو هو حتى هو. فما شاء الله من بعد ما دازت ساعه ونص هذه هي شكل نهائي كما تشوفوا. ما شاء الله. بالمناسبه انا هاد الكتف ما ندخلوش للفران، نخليه هكا. ممكن انكم تدهنوه بشويه زبده تحميره وتدخلوه للفران يتحمر. انا صراحه الله نخليته بحال هكا. من الكسكاس مباشره حطيته في طبق التقديم كما قلت لكم، حطيت معاه خضره مسوطيه، بطاطا مفوره وخيزو واللوبيا كلهم عندي مسوطين. ان شاء الله يا ربي شي مره نحط لكم طريقه، مع اني عارفه ان ما شاء الله الناس كلهم كيعرفوا يصوطيوهم، ولكن ما فيها باس الا تا انا وريتكم الطريقه ديالي. فبحال هاد الشكل من بعد فرشت شويه الخس، ومن بعد ضفت الخضره ديالي في الجناب ديال الحيمه. ضروري كلشي ما شاء الله يكون سخون باش كتكون البنه. حاولوا ان الخضره ما تكونش بارده ولا اللحم هكا ما تبردش، يعني دغيا كتحيدوها من فوق النار تقدموها. وهنا التقديم ولا طريقه التقديم ومعاش غتقدموها يبقى اختياري. ممكن يعني حنا اغلبيه الاحيان معاش كنقدموها اللحم مع شويه زيت بلديه والكمون، يا سلام تجي ما شاء الله غزاله. صافي بحال هكا فرشت الخضره ديالي كامله، وما شاء الله شوفوا اللوينات كيف يجيو في هاد البلاطو يجيو فنين. ممكن انكم تستعملوا، المهم انا بغيت نقدمها في هذا البلاطو باش تجي الشكل ديالها مزيون. ممكن انكم تبقيوها في طبسيل عادي. بالنسبه للتزيين هنا انا عندي شويه المشمش معسل ومزوق بطريفه الكركاع بحال هكا، اضيفوا واحد الشكل جمالي لهذا الكتف. ما شاء الله يجي غزال ويجي الشكل ديالو هماوي كما تشوفوا. وصافي بحال هكا كما تشوفوا معي كملت الكتف ديالي بالتزيين. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديالو. نقدموه بحال هكا كما قلت لكم. ضروري هكا اللحم بخرة ولا ضروري نقدموها مع الكمون. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى ربي انه يعجبكم وانكم تجربوه. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليوا لي لايك وتعليق وتشاركوا الوصفه مع الاهل والاصدقاء. هنا بغيت غير نوريكم اللحمه ما شاء الله. شوفوا كيف كتجي زبده، كتجي دايبه. اللحم ما شاء الله كيتسال العظم، وعاد اللون ديالها ما شاء الله يجي غزال. ان شاء الله يا ربي تعجبكم. ولا كنتوا اول مره تزوروا قناتي ما تنساوش الاشتراك معي وانضموا لحسابي على انستغرام وصفات حياه. نخليكم الرابط في صندوق الوصف. والى وصفه قادمه ان شاء الله. شكرا بزاف لمشاهده الفيديو، بصحه وراحه.